صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا ان شاء الله. فيديو النهارده هيكون عن طريقه القرقيش او المنين. هنعمله بطريقه سهله جدا وجميله، وكمان هنقول تريكات كده تنجح لك الوصفه، وهيطلع كمان لونه تحفه زي ما انتم شايفين. جميل جدا ومقرمش قرمشه بنعوميه، يعني مش هتبقى القرمشه قاسيه ولا اي حاجه، هيبقى تحفه معانا. وكمان هنعمله بحشوتين، حشوه الملبن والعجوه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله جميل جدا. يتقدم بقى مع كوباية شاي او كوباية شاي بحليب، بألف هنا وشفا. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقة التحضير ايه، بس يا ريت بعد اذنكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوها، عشان يوصلكوا اشعارات بوصفات الجديدة اول باول. يلا بقى نشوف المقادير ايه وطريقة التحضير ايه. اول حاجة عندي، لو عندك عجوة مركونة قاسية شوية ناشفة، هقولك تعملي ايه. هنحط حلة على النار، هنحطهم على حمام مائي، هحطها في كيس التلاجة الاول واقفله كويس جدا، هغطيه بفوطة مطبخ، ويا دوبك ربع ساعة زمن هتلاقيها رجعت طازة طرية زي المعجون بالظبط زي ما انت شايفة. طبعا حطيت عليها معلقة من القرفة، وكمان زيها من السمنة، مش هنكتر اكتر من كده. ممكن تحطي فيها منكهات تانية، مية ورد، طبعا توابل كحك براحتك خالص. ممكن تحطي عليها سمسم كمان براحتك خالص برضو. عندي بقى دقيق جميع الأغراض، كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح وفانيليا، وحطيت 4 معالق صغيرين من اللبن البودر، ونص معلقة من التوابل الكحك، وكمان عندي زيها نص معلقة ممسوحة خالص من البيكنج باودر، وكمان 4 معالق من السمسم، وكمان معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية. وقلبت الكلام ده كله مع بعضه. انا طبعا ملاحظين ان انا ما حطيتش السكر. بقلب الكلام الحاجات الجافه دي مع بعض، وجبت السمنه طبعا سايحه منزلاها من على النار، حطيت عليها معلقه كبيره من السكر، وبقلبه ويدوب تماما. طبعا التركية دي ان انا حطيت السكر مع السمنه ليه، لان هو ده اللي بقولك عليه ان هو يطلع لك القراقيش او المنين لون واحد ولون ذهبي جميل جدا. هنيجي بقى نحط المواد الدهنيه طبعا على الدقيق، وزي ما احنا عارفين المواد الدهنيه بتبقى نص الدقيق، يعني لو كيلو دقيق هيبقى نصهم سمنه. لو حابه ان هو يبقى ناعم بزياده هتحطي سمنه، طبعا 600 جرام سمنه على الكيلو الدقيق. لو حباه طبعا مقرمش وفي نفس الوقت قرمشه ناعمه شويه، هيبقى طبعا دقيق على زيت، بس طبعا هيكون كميه السمنه اكتر من الزيت. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم انا ببس فيه مش بعجن، انا عايزه اللي كل دي يتشبع بالماده الدهنيه عشان يبقى ناعم معايا. بفركه ما بين ايديا اهو، هيبقى عامل زي رمله البحر بالظبط. خلصته طبعا، لازم ابسه حوالي 10 دقايق. هجيب بقى الميه. طبعا الميه بحطها حسب سمك العجينه. طبعا زي ما هتشوفوها حضراتكم معايا في الفيديو، هتوصل للعجينة لينة، ولا هي قاسية قوي ولا هي طرية قوي، مش بتلزق يعني. انا طبعا بلم العجين مش بعجن عشان خاطر ما يتكونش معايا عرق. زي ما انتم شايفين وصلت له القوام اللي احنا عايزينه. هحطها في مكان دافي تخمر معايا. هجيب بقى العجوة اللي انا طبعا عملتها معاكم، وهفردها فرد عشوائي على كيس تلاجة. هجيب بقى العجينة برضو هفردها فرد عشوائي. هحط بقى اللي عليها العجوة اللي انا فردتها. بعد كده زي ما انتم حضراتكم شايفين بلفها زي رول بالظبط كده، بلفها حوالين بعضها.
قطعتها بالسكينة طبعا وعملتها زي صوابع، والباقية بقى حطيت عليها عجين. باقي العجينة اللي عليها عجوة حطيت من فوقيها عجين، وبقطعها مستطيلات زي ما حضراتكم شايفين. بططتها يعني، وبعمل لها رسومات خفيفة كده بالسكينة. جميل جدا. جبت بعد كده عملتها، جبت العجوة عملتها زي صبع كفتة كده، برمتها وحطيتها على العجين وبلفها زي صباع الصباع اللي هو محشي بالعجوة، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بقول افكار، وطبعا الشكل اللي يعجبك ممكن تعمليه، تبقى مبرومة يعني بمعنى اصح. عندي طبعا مية وحاطة عليها عسل، معلقتين من العسل، وبحط فيها الصباع اللي انا عملته ملفوف بالعجوة زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، وبلف عليها السمسم حوالين داير. جبت بقى حشوة تانية اللي هي حشوة الملبن، عملتها برضو زي رول كده، برمتها. طبعا دي عجوة بيوريه من غير اي اضافات ولا مكسرات ولا الكلام ده كله. جبت بقى التانية اللي هي العجوة الملبن اللي هو محطوط عليه مكسرات بقى ومية ورد، عجناها، حطيتها بقى ولفتها زي رول بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. وفي منه السادة، عملته سادة اهو، اللي هو البواقي من الاشكال اللي عملتها. انا بقول افكار، واللي حابة الفكرة تعمليها براحتك خالص. طبعا اللي بالملبن لفيته طبعا بالجوزة الهند، حطيته برضو في المية والعسل زي ما حضراتكم شايفين اهو، عسل وحطيت عليه ميه وبربهم وبحط فيهم الصباع، خلصتهم زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، وحطيتهم في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180. ما شاء الله طلع جميل جدا ولونه ذهبي، بجد روعه. يتقدم زي ما انتم شايفين مع شاي، مع كوبايه حليب، زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل جدا، واللون روعه ومقرمش وفي نفس الوقت ناعم برضو. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.